أسباب الاستقالة الجزء التاني. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن شوية أسباب ممكن تخليك تفكر تسيب شغلك، زي طبيعة الوظيفة، نظام الشركة، أو حتى المدير نفسه. بس خليني أقولك إن لسه في أسباب تانية، أسباب مش دايما بتكون باينة في الأول. كل سبب منهم لوحده ممكن يخلي كفة الاستقالة ترجح في لحظة. فما تنسوش تتابعوا الحلقة للآخر عشان هنقولكم على شوية نصايح قبل ما تقدموا استقالتكم. رابع أسباب زملاء العمل. الشغل مش بس فلوس ومسؤوليات، ده كمان عشرة، وناس بتقضي معاهم ساعات من عمرك أكتر من اللي بتقضيها مع أهلك. فلو زمايلك في الشغل مش تمام، أكيد هيبقوا سبب كفاية يخليك كل يوم تصحى وتقول أنا مش قادر أكمل. أول ما تدخل الشغل تلاقي ناس على طول متضايقين، شايلين الدنيا فوق دماغهم، وبيوزعوا نكدهم أول ما تدخل من الباب، وكل شكوى وراها شكوى. كمية طاقة سلبية بتنط عليك من غير ما تحس. ولا بقى اللي قاعدين على المصطبة جوه الشغل يرغوا على ده ويحكوا على دي. أو لما تحس إنك في حرب مش في شغل، ومفيش روح الفريق، زمايلك مش بيساعدوك أو مش متعاونين معاك، لا كمان بيحاولوا يبوظوا شغلك عشان يبانوا هم كويسين، وخصوصا لو كانوا قريبين من الكبار. ولا يمكن كنت بتتعرض للتنمر من زمايلك، كلام جارح، تلميحات، نغزات، تطنيش، تجاهل، أو يعملوا تصرفات مش لطيفة، أو حتى يركنوك على الرف وما يدوكش شغل ويقللوا منك. كلها حاجات بتكسر فيك حتة ورا التانية، ويخلوك تقول الشغل ده مش ليا، والباب يفوت جمل. خامس سبب عرض من شركة أخرى. تعرف ليه لو جالك عرض من شركة تانية يكون سبب قوي للاستقالة؟ دي أول وأهم حاجة. لو الشركة الجديدة بتقولك تعالى عندنا وهتاخد قرشين زيادة يحسنوا دخلك، ينفع تقول لأ؟ الواحد طول عمره بيدور على اللي يقدر تعبه ماديا. ممكن يكون شغلك الحالي كويس، بس الشركة التانية دي بتقدم لك منصب مدير، رئيس قسم، حاجة كده تخلي الواحد يحس بقيمته أكتر، ويبقى ليه كلمة مسموعة. البرستيج ده بيفرح برضه. ممكن تكون الشركة الجديدة دي نظام شغلها أسهل، عدد ساعات أقل، أجازات أكتر، أو حتى مكان الشغل نفسه أقرب لبيتك. الراحة النفسية والجسدية دي بتفرق كتير. لو الشركة الجديدة دي بتقدم لك كورسات، تدريبات، أو حتى هتشغلك في مجال أنت بتحبه ونفسك تتعلم فيه أكتر، دي بتبقى فرصة ما تتعوضش عشان الواحد يطور من نفسه ويبقى أحسن في مجاله. ممكن تكون زهقت من المشاكل والنكد اللي في شغلك الحالي، والشركة الجديدة دي سمعتها كويسة، والناس اللي فيها شكلها نظيف ومحترم. الواحد برضه بيدور على مكان يعرف يشتغل فيه وهو مرتاح نفسيا. جايز تكون حاسس إن مديرك مش بيقدرك، والشركة الجديدة دي من أول كلامهم معاك حسيت إنهم مهتمين بيك وبخبرتك. التقدير ده بيرفع المعنويات، وبيخلي الواحد عايز يشتغل بجد. ممكن تكون شايف إن الشركة الجديدة دي ليها مستقبل أكبر، وفرص الترقية فيها أحسن بكتير من مكانك الحالي اللي أنت واقف فيه بقالك كتير ومفيش فرصة تتحرك منه. آخر الأسباب الأسرة. الأسرة بتلعب دور كبير في حياة الواحد مننا، عشان كده ممكن تكون سبب في إنك تاخد قرار الاستقالة. لو في مشاكل مالية وجالك عرض شغل أفضل، الأسرة ممكن تضغط عليك عشان تستقيل من شغلك الحالي، حتى لو كنت مستريح فيه. ما هو ما ينفعش البنيه يزيد ومرتبك لأ. في أسر بتبقى متفهمة ظروف شغلك، وعارفين حجم الضغوطات اللي عليك، وشايفين إنك مش مرتاح ومش قادر تكمل، فيقنعوك إنك تستقيل. وتيجي أم العيال تطبطب عليك وتقولك ولا يهمك، قعدتك معانا بالدنيا، ده الرزق بإيد ربنا. لو بتشتغل ساعات طويلة أو بتسافر كتير وتسيب بيتك فترات طويلة، ويا دوب بتشوف ولادك صدفة في الميكروباص، ده بيأثر عليك نفسيا طبعا، وتتمنى تسيب المكان اللي شغال فيه وتروح مكان تاني حتى لو بمرتب أقل. المهم تكون جنب ولادك. أحيانا بيكون في اختلاف بين قيمك الشخصية وتوجهاتك ومكان الشغل. فمثلا زوجة أغلب شغلها مع رجالة وجوزها رافض ده، أو حد شغله في مكان فيه خمور وحاجات تخالف معتقداته، فوارد يكون في قرار أسري بتقديم الاستقالة. مخاطر تقديم الاستقالة. قرار الاستقالة محتاج تفكير عميق ودراسة لكل الاحتمالات والمخاطر المحتملة، لأن تأثيره مش عليك لوحدك، لكن على كل القريبين منك كمان. عشان كده دورنا إننا نوضح لك أهم المخاطر لو استقلت من شغلك، وخصوصا لو مش رايح على مكان تاني. يعني هتفقد المرتب الشهري المتعود عليه، وده يأثر على التزاماتك المالية زي الإيجار، الأقساط والمصاريف الشخصية. مفيش ضمان إنك هتلاقي شغل جديد بسرعة. فترة البطالة دي ممكن تطول وتسبب ضغط نفسي ومالي كبير عليك. حتى لو عندك عرض شغل جديد، ممكن تكون مش مالي إيدك منه وعندك شكوك أو مخاوف. هل هيكون زي ما توقعت؟ هل هتتأقلم مع البيئة الجديدة والزملاء؟ لو كانت الاستقالة متكررة وبتنط من شركة لشركة في وقت قصير، ده يخلي شكل السي في مش كويس. شغلك الحالي أكيد كونت فيه علاقات مع زملاء ومديرين ممكن يكونوا سند ليك في المستقبل. الاستقالة بتبعدك عن الدايرة دي. في أغلب الأحيان لما بتقدم استقالتك بيكون صعب ترجع تاني لنفس الشركة بنفس الشروط أو المنصب. الباب ده ممكن يتقفل. كل مكان شغل بيكون فيه طريقة عمل وثقافة خاصة بيه. لما بتسيب مكانك ممكن تفقد جزء من الخبرة والمعرفة اللي اكتسبتها. في الآخر، قرار الاستقالة مش سهل، وما ينفعش يتاخد في لحظة غضب. فكر بعقلك واسأل نفسك، هل المشكلة تستاهل ولا الحل في إيدك؟ ولو قررت تمشي، اتأكد إنك ماشي المكان أحسن، مش بس هربان من مكان وحش.